السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا جايبه كيلو بانيه، هعمله معاكم كده واوريكم الطريقه اللي انا هعمل بيها وهعمل بدنجانه. ههرسها كده واحط عليها دقه بقطايه بشويه خضار كده، واوريكم انا هعملها ازاي. يلا بينا نبتدي واوريكم طريقه البانيه. انا جايبه النهارده يا حبايبي كيلو بانيه، هعمله اهوت، هحمره بقى واوريكم التتبيله اللي انا هعمل بيها. ده نص اهو بفضي فيه، وده نص رخر كمان اهوت. وجايبين له بطين، وجايبين فيجيتار حامي، والبطين هنحط عليهم شويه فلفل اسود. الفيجيتار ده حراق اللي هو الحامي، والبيض اما نعوز نحط عشان ما يتبقاش، يعني كل ما نحتاج بيض نحط. وجبنه جايبين برضو الكيس دوت، بحط منه بفضي منه برضو شويه عليه على الفيجيتار، بفضي منه معلقتين عليه برضو. نفضي بقى البانيه. هغسله بقى كده واصفيه وبعدين اوريه لكم. اهو يا حبايبي بقى نعمله اهو. ضربنا بقى البيض في بعضه كده، وحطينا عليه شعرة فلفل اسود. هنجيب بقى البانيه نحطه في البيض اهو، ونلفه كده في البقسماط بتاعنا. يلا مش مشكلة. تنسونيش بقى باللايك يا حبايبي، تنسونيش باللايك بقى، واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة وشاهدوا الفيديو. برضو في ناس بتعلق كده وتعلق لي، واقعد ابص على التعليقات معلقين هما ولا بيشاهدوا الفيديو ولا بيدوني لايك ولا اي حاجة. والله انا ما بخشش على حد الا لما لازم اشاهد الفيديو اشوف اللي هو بيعمله، برضو بنستفاد كلنا من بعضنا. كل واحد برضو بيشوف التاني بيعمل حاجة مختلفة عنه، يحاول برضو يجربها ويعمل لايك. يعني مش حاجة، يعني لازم نساعد بعضنا كلنا. وشكرا لحبايبي برضو اللي بيدوني لايك كده ويشاهدوا لي الفيديو. اعمل بقى الكمية كلها عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو، وبعدين وانا بحمرها هوريكم عشان مش عايزة اطول عليكم. اه يا حبيبي انا عملت الكمية ديت اهي، هحمرها بقى. اه يا حبيبي الزيت بتاعنا سخن اهو. اه يا حبيبي حطينا في الطاسة اهو، يحمر نقلب ونطلع على طول. مرة اهو هنطلعه بقى. لو بياخدش حاجة على طول تقلبي وتطلعي، يحمر على طول، يعني ما بياخدش حاجة. نحط بقى على طول جنبها على طول، ما نستناش بقى على ما نطلع والزيت يحمر ويسخن ويتحرق
لا، اللي نطلعها نحط مكانها على طول. نقلب ونطلع على طول. بصوا يا حبايبي، انا معايا بدنجانه اهيت، انا شويتها على البوتاجاز. هعملها، انا مش هعملها بابا غنوج، لا انا هعملها باللي هي الطريقه اللي انا بعمل بيها اللي احنا بنحبها يعني. هنحطها هنا في الطبق ده كده وندقها نهرسها يعني. انا مش عايزه اهرسها في الكب عشان مش عايزاها تبقى مهروسه يعني خالص، لا انا عايزاها تبقى متقطعه كده زي حتت كده. اهي يا حبايبي دقيقه خالص اهيت. هنحط عليها بقى معلقه دقه اللي هي بتاعه البدنجان، اللي هي الدقه اللي بنعملها للبدنجان. اهي معلقه دقه من اللي احنا بنعملها للبدنجان. وهنا جايبين طماطمتين كده مقطعينهم حتت زي السلطه كده، هنحطهم برضو عليها، وشويه شبت، ومعانا ليمونه، نحصر عليها ليمونه، ومعانا شويه زيت. انا كنت هعمل مع البانيه مكرونه، بس هم قالوا لي لا احنا عايزين رز بشعريه وبدنجان وعيش، اللي ياكل رز ياكل، واللي ياكل بعيش وياكل بدنجان مع البانيه ياكل. اهي احنا بنحبها بقى كده البدنجانه كده. نحطها بقى في الطبق. اهي دي مش بابا غنوج، لا دي بدنجان انا بعملها بالطريقه دي، احنا بنحبها كده. اه يا حبايبي البانيه بتاعنا اهوت، يا رب يعجبكم بقى. وده البدنجان اللي انا قلت لكم عليه، عاملين طبق بدنجان معاه. وعملنا طبق طحينه. اه وعملنا طبق طحينه وعملنا رز بشعريه. انا كنت عايزه اعمل مكرونه بس هم قالوا لي لا احنا عايزين رز بشعريه. والعيش بتاعنا بقى، واللي ياكل بدنجان مع البانيه ياكل مع الطحينه، واللي ياكل رز وبانيه ياكل، كل واحد بقى حسب ما هو عايز. يا رب اكلي بقى النهارده يعجبكم. قولوا لي بقى، قولوا لي ايه رايكم بقى. البدنجان ده مش بابا غنوج، ده البدنجان ده انا بعمله بالطريقه دي احنا بنحبه، مش بابا غنوج الطحينه هي. يا رب اكلي بقى النهارده يعجبكم. قولوا لي ايه رايكم في الاكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش باللايك.